الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الكرة الزمالك. فيديو النهاردة عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. وصول بعثة الزمالك إلى المغرب. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة السعيدية بالمغرب، استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها في 10 مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان. وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، وسعد عابدين إداري الفريق في استقبال البعثة بمطار مدينة وجدة قبل توجه الفريق إلى مدينة السعدية بحافلة خاصة استغرقت مدة ساعة تقريبا. وترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كل من الدكتور حسام المندوع أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس، والمشرف على الكرة، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة. ميدو يحذر الزمالك: في تلك الحالة سوف تمر الأمور بسلام في نهائي الكونفدرالية. وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق نصيحة إلى الفريق الأبيض قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل وذلك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على الملعب الأولمبي بمدينة بركان المغربية. ميدو من خلال تصريحات إذاعية نصح لاعبي الزمالك من أول نصف ساعة من المباراة، حيث طلب بالحذر الشديد خلال تلك الفترة، مؤكدا أن تلك الفترة سيكون الفريق المغربي مندفع بحماس شديد، خاصة مع ضغط الجماهير القوي وحماس الملعب. وطلب ميدو من لاعبي الزمالك الحذر خلال تلك الفترة، وأن يمر الأمر بسلام على الفريق دون أن يستقبل أي أهداف، مؤكدا أنه إذا نجح لاعبو الزمالك في الخروج من أول نصف ساعة دون استقبال أهداف سوف تكون الأمور في صالحهم. ميدو اختتم تصريحاته وأكد أن المباراة صعبة، ولكن الزمالك قادر على تخطيها والتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الشعباني يكشف ورطة نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية. تحوم الشكوك حول قدرة 6 لاعبين من فريق نهضة بركان المغربي على المشاركة أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأحد المقبل، ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية. وأوضح معين الشعباني مدرب نهضة بركان أن الإصابة ضربت السداسي لامين كامارا، عبد الكريم بعدي، أسامة الميلوري، عمر العرجون، يوسف الفحلي، يوسف الزغود. وقال الشعباني في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: أتمنى استعادة جميع اللاعبين المصابين خلال الأسبوع المقبل حتى نكون جاهزين في مباراة الإياب في مصر، حيث سيحسم اللقب. وأضاف: هناك عدة غيابات عن مباراة الزمالك، وهم عبد الكريم بعدي، أسامة الميلوري، لامين كامارا، عمر العرجون، يوسف الفحلي، يوسف الزغودي. وشدد المدرب التونسي: علينا توخي الحذر وأن نحسن اختياراتنا، خاصة وأن مباراة الذهاب ستلعب على أرضنا. تصريحات لمدرب نهضة بركان السابق عن النهائي وعن اللاعب رقم 1 في الزمالك. أطلق منير الجعواني مدرب نهضة بركان السابق عدة تصريحات عن نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان. الجعواني وعبر تصريحات له أكد أن لقاء العودة في مصر سيكون صعب بسبب جماهير الزمالك التي تكون عامل مساعد لفريقها، حيث وصفها باللاعب رقم 1 في الزمالك لأنها تلعب دورا كبيرا، مشيرا إلى أن النهائي السابق بين الفريقين فقد واجهنا الزمالك أمام 91 ألف متفرج، وكان لها دور كبير في الفوز بالبطولة. وأكد أن الفريق المغربي كان يبني فريق جديد في العام 2019 والآن أصبح متمرس أفريقيا، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون قوي جدا. وعن غيابات فريقه أكد أن نهضة بركان فريق كبير مثل الأهلي والزمالك في مصر ولن يتأثر بالغيابات. وتطرق بالحديث عن شيكابالا لاعب الزمالك، مؤكدا أنه حزين لغيابه عن اللقاء، ولكنه في نفس الوقت مكسب لفريقه بكون شيكابالا له تأثير كبير على اللاعبين. غياب 9 لاعبين عن رحلة الزمالك للمغرب. توجهت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك إلى المغرب منذ قليل استعدادا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
هتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير في 10 مساء في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويترأس بعثة الفريق الأبيض حسين لبيب رئيس النادي، ويرافق البعثة كل من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على القرى، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة. 9 غيابات عن الزمالك في رحلة المغرب. ويغيب عن الفريق الأبيض خلال الرحلة إلى المغرب 9 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم: محمود علاء لأسباب فنية، محمود شيكابالا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، مصطفى شلبي بسبب الإصابة في العضلة الضامة، مصطفى الزناري الإصابة في العضلة الخلفية، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي إصابات بالرباط الصليبي، عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم القيد الأفريقي. بينما جاءت القائمة المسافرة كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين. خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد أشرف رؤى، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، سيد عبد الله نيمار، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، إبراهيم نضاي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو. خط الهجوم سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكنيولا. جديد في ملف خالد بوطيب. ما زال مجلس إدارة نادي الزمالك يحاول البحث عن حل مع المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق الحاصل على حكم ضد الزمالك، حيث تم إيقاف قيد النادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد بسبب حكم صادر لصالح اللاعب بمبلغ 2,400,000 يورو كمستحقات سابقة له. حكى أن إدارة النادي بالفعل لا تستطيع الوصول إلى اللاعب، والحديث كله مع المحامي الخاص به لمحاولة الوصول إلى أي اتفاق تسوية بين الجانبين. الزمالك كان سبق وتقدم بعرض ماليا للاعب ولمحاميه لتسوية الأمر، ولكن تم رفضه، والآن يجهز الزمالك عرض جديد في محاولة لحل الأزمة. العرض يفي بحصوله على ما يقرب من 1,000,000 يورو الآن، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على 3 دفعات. ومن الكواليس لو وصل العرض إلى حصوله باقي المبلغ على دفعتين سيوافق النادي، والجميع الآن منتظر موقف التفاوض مع محامي اللاعب بشأن هذا العرض. وبكده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.